هدف القرطي في اللحظات الأخيرة يمنح بيراميدز تعادلا ثمينا أمام صن داونز في نهائي دوري الأبطال. حقق بيراميدز تعادل ثمينا 1-1 مع ماميلودي صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد يوم السبت. سجل لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي هدفا في الوقت بدل الضائع ليعادل تقدم لوكاس ريبيرو في الدقيقة 54 ويعيد الفريق المصري إلى أرضه بهدف حاسم خارج أرضه. وبهذا التعادل أصبح بيراميدز بحاجة فقط إلى التعادل بدون أهداف في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة في الأول من يونيو حزيران المقبل لضمان التتويج بلقبه القاري الأول على الإطلاق، حيث أظهر كل الفريقين نية جيدة. كاد صن داونز أن يفتتح التسجيل مبكرا عندما أهدر إكرام راينيرز فرصة سانحة للتسجيل. سدد بيمناه من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي تصدى له ببراعة في الدقيقة 10. وبعد 5 دقائق مرر إبراهيم عادل جناح بيراميدز تمريرة حاسمة رائعة للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي الذي وجد نفسه منفردا بحارس مرمى صن داونز رون وين ويليامز، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.